لقد ترددت كثيرا في تسجيل هذا الفيديو، ولكن لا بد لصاحب الرأي أن يدلي بدلوه، ولا بد للطبيب إلا أن يوصف الدواء حتى ولو كان الدواء مرا. هل هناك فائدة من رفع نسبة الفائدة؟ لماذا تلجأ الدول إلى رفع نسبة الفائدة؟ الجواب: لا فائدة على الإطلاق من رفع نسبة الفائدة. رفع نسبة الفائدة لا يأتي بخير، لا على الأفراد ولا على المجتمع ولا على الدول أيضا إطلاقا. رفع نسبة الفائدة يأتي بالنتائج الوخيمة على الدول، وربما يؤدي إذا ارتفعت نسبة الفائدة إلى درجة كبيرة ربما يؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس البنوك. تعتمد بعض الدول على أن ترفع نسبة الفائدة من أجل امتصاص نسبة السيولة من السوق ووضعها في البنوك، ظنا منهم أن ذلك يمكن أن يخفض نسبة الفائدة، يخفض الأسعار، وهذا لم يحدث، حدث العكس تماما. خلينا نأتي على تركيا مثلا. تركيا رفعت نسبة الفائدة وبالعكس تماما ارتفعت نسبة التضخم وارتفعت الأسعار أيضا. هل هناك حلول بديلة لخفض نسبة التضخم وارتفاع قيمة العملة؟ نعم، هناك بالنسبة لتركيا هناك اقتراحان. الاقتراح الأول: تركيا تستورد لتلبية احتياجات بعض مواطنيها أو جزء من احتياجات مواطنيها القمح من الخارج. يعني هي تزرع قمح ولكن ليست بالنسبة الكثيرة. الآن يمكن أن تستثمر أراضيها من أجل زراعة القمح، يعني جزء كبير من أراضيها غير مستثمر، يمكن أن يستثمر فيه من أجل زراعة القمح وتلبية احتياجات المواطنين وتصدير القمح. الحليب أيضا تستورد جزء من تستورد أيضا لتلبية احتياجات مواطنيها جزء من هذا الحليب من الخارج. يمكن أيضا أن تساهم في مساعدة المزارعين ومساعدة الناس على تربية الثروة الحيوانية، البقر مثلا، والاكتفاء الذاتي أولا، ثم تصدير اللحوم والحليب إلى الخارج. لأن رفع نسبة الفائدة إلى درجة إلى 50 أو أكثر ربما، يعني قد يكون بالمستقبل، هذا سوف يأتي بالويل على الأمة. لا يمكن، لا توجد مشاريع تستثمر فيها هذه الأموال وتأتينا بفائدة أو ربح أكثر من 50%. هل هناك مشاريع؟ هل عندكم مشاريع تضعون هذه الأموال فيها وتأتي لكم بأرباح أكثر من 50%؟ يعني الآن الناس يبيعون أراضيهم ويبيعون أيضا بيوتهم ويضعونها في البنوك، لأن البنك سوف يعطي بدل المليون على رأس السنة مثلا يعطي 1.5 مليون أو أكثر. طيب إذا استمر هذا الوضع على هذه الحال سنة أو سنتين، سوف تدفع الدولة كل المبلغ أو ضعف المبلغ للمودعين. هل البنوك قادرة على ذلك؟ نخشى أن تفلس البنوك وينهار الاقتصاد. لا بد للعودة إلى القرار الصحيح: خفض نسبة الفائدة. خفض نسبة الفائدة إلى الصفر هو الكفيل بأن الناس سوف يعودون ويستثمرون أموالهم في المشاريع الإنتاجية. هذا الوضع سوف يرفع الإنتاج وأيضا يمتص قوة العطالة. الناس العاطلين العمل يستخدمهم، وبالتالي تنخفض نسبة الفائدة وتنخفض الأسعار، وأيضا تنخفض أو تنعدم حتى نسبة العاطلين عن العمل.